طبعا يعني البنات والسيدات المصريات دايما مشرفين مصر في كل دول العالم. اكيد انا يعني كوني امرأة مصرية لازم اتحيز لبنات جنسي يعني، والدليل ما كانت معانا هدايا ملاك، ولسه هيكون معانا سارة سمير، ولسه هيكون معانا سهام السواحلي، ودول بطلات يعني من ابطال الاولمبياد. عايزه اقول لكم ان طوال التاريخ الرياضي لمصر كان فيه يعني سيدات وبنات برضو موجودين معانا في ألعاب مختلفة. كان عندنا طبعا من ضمن الأسماء نور الشربيني، كانت في الاسكواش، هي مصنفة أولى على العالم. كان عندنا رنيم الوليلي في الاسكواش برضو. كان عندنا جيانا فاروق في الكاراتيه، كانت بطلة عالم. وعلى فكرة في الاسكواش بالذات في عندنا أكتر من 4 بنات مصريات في التصنيف العالمي ضمن أفضل 10 على مستوى العالم. برضو عندنا عبير عبد الرحمن، فضية أولمبياد لندن عام 2012 وبرونزية بكين عام 2008 رفع أثقال. عندنا شيماء أبو زيد رابع أولمبياد ريو دي جانيرو في رفع الأثقال. عندنا عفاف الهدهد خامس أولمبياد ريو 2016 في الرماية، هي أول مصرية توصل للدور النهائي في الأولمبياد على مدار التاريخ. طب احنا من ضمن الأبطال اللي كانوا معانا في ريو 2016 كان عندنا البطلة سارة سمير. طبعا كلنا شفنا سارة وهي بطلة رفع أثقال. سارة يعني كنا حاطين ايدينا على قلبنا وهي داخلة على البطولة. سارة سمير قدرت ان هي تحقق الميدالية البرونزية في منافسات رفع الأثقال لوزن 69 كيلو جرام سيدات. اتمكنت من رفع مجموع قدره 255 كيلو جرام في رفعة الخطف والنطر بأولمبياد ريو 2016. هي أصغر مصرية بتستلم جايزتها على منصة التتويج. اتمكنت من رفع 112 كيلو جرام في الخطف وحققت المركز الثالث، ورفعت النطر وصلت ل 143 كيلو جرام علشان تحقق برضو نفس المركز، وبكده وصل مجموعها ل 255 كيلو جرام وحققت 6 محاولات صح. سارة معانا على التليفون. اهلا بيك يا سارة معانا. اهلا بحضرتك. الف الف مبروك وشرفتينا يا سارة. وربنا يخليك. قولي يا سارة، انت الاول عندك كام سنة؟ 18. عندك 18، عشان كده انت اصغر بطلة على كرمت على منصة التتويج. برافو عليكي. واحكي لي ممارسة رفع الاثقال بالنسبة لك. اول بنت في مصر ولدت على المنصة. طبعا ده شيء مشرف جدا. سارة، انت اشمعنى اخترتي رياضة رفع الاثقال؟ احكي لي الرياضة دي ايه حكايتها معاكي؟ هو انا اخويا كان بيلعب عشان كده انا رحت لعبت معاه. يعني اخوكي هو اللي كان بيلعب رفع اثقال وانت رحتي لعبتي معاه. ده وانت عندك كام سنة يا سارة؟ كان عندي 11 سنة. 11 سنة. جربتي اول حاجة كده ترفعي كام كيلو، ولا كنت كده بتلعبي معاه اي اوزان؟ لا، كان برضه دي اول حاجة عشان اتعلم الاداء. يعني الاول هي في طريقه معينه طبعا للرفع واحمال معينه اللي تقدري ان انت تشيليها، مظبوط كده؟ عشان هدف الاول وبعدين الحديد عشان ما ينفعش الحديد كده على طول ما تتكسرش. علشان طبعا ظهرك وعضلاتك. بتتمرني كام ساعه في اليوم يا ساره؟ هو احنا بنتمرن تمرينتين في اليوم وساعات 3 والتمرين بتبقى ساعة. يعني تقريبا طول اليوم بتتمرني، او يعني في وقت كبير عندك بتخديل التمرين. انت حابه الرياضه دي يا ساره ولا عشان اخوكي دخل المجال ده فيعني انت كنتي معاه من وانت صغيره؟ لا، وانا حبيتها من الاول لعبتها. يعني انا شفت محمد بصري بيلعب وشفت الناس بتلعب فحبيتها. انت اول بطوله دي تشتركي فيها، ولا قولي لي اشتركتي قبل كده في بطولات ايه؟ انا عارفه ان انت كان عندك نتائج متقدمه في البطوله الافريقيه في عام 2012 في تونس، صح؟ انا كتير، وكان اول بطوله لعبتها في العالم. يا ترى طموحك ايه او امالك ايه في الرياضه؟ يعني هل واخده الرياضه دي كهوايه ولا كاحتراف؟ هو انا بحب اللعبه ونفسي يعني ربنا يكرمني واحقق.
انت حصلتي على 6 ميداليات ذهب، دفعة واحدة لرفع الأثقال للناشئين والناشئات تحت 17 و20 سنة، صح كده؟ واحتلتي المركز الثاني في الأولمبياد في كازاخستان في عام 2014، وكمان حصلتي على 3 ميداليات ذهب في بطولة العالم للناشئين اللي أقيمت في بيرو الأمريكية عام 2015. انت بطلة من زمان يعني يا سارة، وبتمارسي اللعبة. إذا كنت عندك دلوقتي 18 سنة وانت يعني صغيرة قوي وانت بترفعي أثقال، يا ترى أهلك مساعدينك على الرياضة دي وان انت تكملي فيها ولا لا؟ يعني انا عندي في البيت محدش اعترض على اللعبه وحابين اللعبه زي ما انا حباها، يعني ما فيش حد اعترض عليا. جميل جدا. طب يا ترى مأثر على الدراسة عندك ولا ما فيش أي تأثير؟ لا مقصرة. مأثرة. طب بتعملي ايه علشان تحاولي تعوضي شوية الموضوع؟ هو انا يعني السنين اللي ما بقاش فيها بطولات كبيره او بطولات مهمه دي باخد فيها دروس وبذاكر وبمتحن، لكن السنه دي علشان كانت الاولمبياد ما عرفتش اذاكر ولا امتحن ولا اعمل اي حاجه خالص. انت كنتي في سنة كام يا سارة؟ ثالثه ثانوي وانا ذاكرت واخدت الاول، بعدين لما لقيت ما عرفتيش يعني تدخلي الامتحانات بتاعت الثانوية العامة، صح؟ ما عرفتش. طيب كان التصرف وزير الرياضة معاكي ايه؟ هو قال لي ان هو هيتكلم في الموضوع ويحل لي الموضوع. وعرفت ان هو قال والتعليم، بس يعني لسه ما فيش اي حاجه حصلت. يعني لسه ما زلتي يعني يعتبر ان انت ما دخلتيش الامتحانات وما فيش موقف اتحل بسبب الموضوع ده، صح؟ ما فيش حاجه اتحلت. مش كان المفروض ان احنا نعمل لجان خاصة لبطلة رياضية زي دي يا جماعة؟ يعني عندنا بطلة رياضية رفعت اسم مصر فوق وجابت ميدالية برونزية في الاولمبياد، كان المفروض ان يتعمل لها على الاقل لجان خاصة، بما انها يعني شرفتنا وكان عندها ظروف خاصة باللعبة اللي هي بتمارسها. اعتقد يا سارة انت يعني هل نقدر نقول ان انت فرحانة ولا متضايقة من حصولك على البطولة، لكن في نفس الوقت كان في عندك مشكلة في الامتحانات الثانوية العامة؟ وانا رحت للبطولة وفي نفس الوقت يعني ما لحقتش افرح، فلقيت نفسي مش هدخل الامتحانات وهسقط وكده فزعلت. دي حاجة يعني حاجة تزعلنا كلنا. انا يعني زي قوانين ومفروضة ان انا بدل انا من بره مصر يتعمل لي لجنة في البلد اللي انا فيها. اترفض، قالوا لا في فرق توقيت ما ينفعش نعمل لها لجنة خاصة وكده. عشان فرق التوقيت ما ينفعش نعمل لجنة خاصة وانت كنتي في بطولة وقتها. طيب الموقف الحالي ايه ليكي ولا لسه ما فيش اي جديد؟ ما فيش اي حاجة. طيب احنا بنواجه نداء اهو، هي معانا سارة على تليفون عندها مشكلة ولسه ما زالت قائمة. ازاي يا جماعة يكون عندنا بطلة رياضية زي سارة وبدل ما نشجعها على استكمال الرياضة دي، لا كمان يبقى فيه بالنسبة لها عقاب من نوع خاص، وهو ان هي ما تدخلش الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وتضطر ان يحصل ان هي تعيد السنة الخط فصل معانا. ازاي نسيب بطلة رياضية زي سارة سمير وهي يعني من وهي صغيرة بتمارس اللعبة دي وحصل على ميداليات ذهبية افريقية وعالمية ومشرفة مصر ورفع علم مصر في اكتر من مكان؟ ازاي يحصل لها مشكلة زي كده وما نحاولش ان احنا نحل الازمة ونتحجج بفروق التوقيت او اي مشكلة كان نقدر نحلها؟ يعني كان من الممكن يتعمل لها لجنة خاصة في اي مكان هي موجودة فيه، نظرا لان احنا اللي بعتنها علشان تشرف مصر وترفع علم مصر. انا الحقيقة مستغربة جدا من الموقف ده، لكن اتمنى ان احنا نرعى المواهب دي ونرعى الابطال دول. ما ينفعش ابدا ان احنا نقول لازم ان احنا يكون لنا تمثيل رياضي في المحافل الدولية والبطولات العالمية وفي نفس الوقت يبقى عندنا مشاكل داخلية خاصة بممارسة الابطال دول للرياضة. انتوا كده للأسف بتخلوا الطلبة يفكروا مليون مرة قبل ما يشتركوا في اي العاب او قبل ما يكون عندهم طموح ان هم يشتركوا في بطولات عالمية خارج مصر. يبقى اعتقد ان احنا
بننتظر حل جذري لمشكلة البطلة سارة سمير اللي للأسف ما قدرتش تخش امتحانات الثانوية العامة بسبب اشتراكها في البطولة الرياضية وحصولها على الميدالية البرونزية لمصر. حصولها على الميدالية البرونزية لمصر مش ليها هي شخصيا، هي طبعا ليها وبطلة، لكن ده كمان رفعت اسم مصر فوق. طيب سؤال حلقتنا مرة تانية وأتمنى أن حضراتكم تشاركوا معانا، هل ممارسة البنت للألعاب الرياضية المختلفة بيشكل تحدي ليها في ظل عادات وتقاليد المجتمع المصري ولا لأ؟ تليفونات الإذاعة 23 92 37 11 و 23 92 14 37. لسه معانا أبطال كتير يعني في القائمة، عندنا ما قلناش على بطولاتهم، عندنا كمان من البطلات الرياضية سهام بطلة في التايكوندو ومصنفة تصنيف عالمي كبير، ويمكن شاركت برضو في الأولمبياد لكن الإصابة يمكن منعتها من هي تحصل على ميدالية أولمبية. احنا لسه مواصلين معاكم لغاية الساعة 8 ومنتظرين مشاركة حضراتكم، ولسه كمان هنقول لكم آراء المتابعين لينا على صفحتنا على الفيسبوك. هي وهي أزكى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي. معكم أميرة شايشة.